أجرى وزير الداخلية المصرية محمد إبراهيم حوارا مع قناة فضائية محلية كشف فيه عن مفاجآت تتعلق بفترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، من بينها اعتراف الوزير بأنه لم يستجب لبعض توجيهات القيادة السياسية. وقد أثارت بعض تصريحات إبراهيم انتقادات أطراف عدة لما تضمنته من إقرار ضمني بالتواصل مع صبري نخنوخ المتهم بقيادة تنظيم للبلطجية. هي الصورة اللي نتحدث عنها. طالما شكل سلوك الداخلية في عهد مرسي لغزا لكثير من المصريين، لا سيما فيما يخص العلاقة المزعومة بين الوزارة والبلطجية. قوى سياسية وناشطون اتهموا الداخلية برعاية البلطجية أو غض الطرف عنهم على الأقل، كما يظهر في مشاهد كثيرة كهذه تملأ الفضاء الإلكتروني. وزير الداخلية محمد إبراهيم قدم في حوار تلفزيوني معلومات ذات مغزى في هذا الشأن. يعني نخنوخ مثلا في برج العرب، تمام، بعت لي احد الرسائل عايزني ابعت له البلتاج. يا ده كانت نكته، ده بجد؟ لا بجد عايزه يروح. وبالرجوع إلى هذه المواجهة في قاعة المحكمة بين صبري نخنوخ المتهم بتوريد البلطجية والقيادي في الإخوان المسلمين محمد البلتاجي، يكون مفهوما مدى إلحاح نخنوخ في طلبه. فقط ما ذكره لي اللواء أحمد جمال الدين أن المتهم صبري حلمي نخنوخ هو مورد بلطجية على مستوى القدس. استنكار شديد عبرت عنه حركة شباب 6 إبريل، متسائلة عما إذا كان هناك خط ساخن بين نخنوخ ومكتب وزير الداخلية، وما هو البند القانوني الذي يسمح لمسجون جنائي أن يرسل اقتراحات للوزير بتحديد أماكن سجن متهمين آخرين. لم تكن هذه المفاجأة الوحيدة في الحوار، فقد تحدث الوزير عن مقاومته لتوجيهات الرئيس المعزول محمد مرسي في أكثر من مناسبة. دخل في قناعتي أن هذا النظام لا يصلح لإدارة شؤون البلاد. ده اللي خلاني أتجه إلى أن لا، لازم أعمل مصلحة جهازي، مصلحة ضباطي، سوء الإدارة بتاعت السنة الكاملة. كما اعترف محمد إبراهيم بالامتناع عن تمكين بعض المحافظين من دخول مكاتبهم. لما أجي أنا كوزير داخلية وأقول لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء حركة المحافظين القادمة يجب أن تكون خالية من الإخوان، أنا وكنت أعلم جيدا أن مفيش واحد فيهم هيخش المحافظة، وطلبوا مني أن أنا أمكنهم من الدخول ورفضت. لم تقف المفاجآت في تصريحات الوزير عند حدود الاختصاص الأمني لمنصبه، فقد أدلى بدلوه في شأن سياسي هو اختصاص أصيل لرئيس الجمهورية. ويمكن أنا كنت بنادي دايما وبتكلم، ويمكن قلت في الرئاسة، طب ما تشيلوا الدكتور قنديل وجيبوا وزارة تانية، إيه المشكلة؟